تخيل لو في سوق من غير رقابه وكل تاجر بيبيع بالسعر اللي هو عاوزه والناس بتختار تشتري ولا لا. لو الخدمه مش عاجباك ببساطه كده روح للمنافس. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حلقات ايكونومكس 101. ده اللي بنسميه السوق الحر او الاقتصاد اللي بيشتغل على العرض والطلب من غير تدخل حكومي كبير. في السوق الحر المنافسه هي اللي بتحكم، الشركات بتتنافس على الجوده والسعر والخدمه عشان تكسب المستهلك، واللي ما يطورش نفسه يخرج بره السوق. ميزه السوق الحر ان هو بيحفز الابتكار وبيخلي المستهلك هو الملك، لكن مشكلته بقى ان هو ممكن يخلق فجوه بين الاغنياء والفقراء، ولو مفيش رقابه ممكن يحصل يا اما استغلال يا اما احتكار. عشان كده حتى الدول اللي بتطبق السوق الحر بتتدخل في اوقات معينه، زي مثلا منع الاحتكار او فرض ضرائب تصاعديه او دعم سلع اساسيه. اشهر نموذج للاقتصاد الحر هو السوق الامريكي، زي ما حصل في ازمه 2008. السوق الحر مش معناه فوضى، هو نظام بينظم نفسه بنفسه، بس لازم يكون في توازن ذكي من الدوله عشان يحمي الضعيف من القوي. شاركني في الكومنتس، فهمت معنى السوق الحر ولا لسه؟